5 خرافات عن الثانوية العامة والدنيا معانا في بداية السنة. علشان تعرفوهم ركزوا معايا وتعالوا لي. هاي، ويلكم باك تو ماي channel احمد in the life. النهارده اقدم لكم 5 خرافات عن الثانوية العامة وهم وعلشان نعرفهم سوا ونبدأ ندردش. سبسكرايب للقناة ودوسوا على اللايك واعملوا شير كومنت عن عايزين ايه الفيديو الجاي. يلا نبدأ. أول خرافة معانا وهي إن طالب الثانوية العامة لازم يفضل يذاكر ويحفظ نفسه على طول ويفضل في الكتاب ويفضل على الأوضة بتاعته ويقفل الباب على نفسه، ما يعملش أي حاجة، ما يضحكش، ما يفرحش، ما يفضل من غير بس حياته كلها عن المذاكرة. مش المعلومة كلها مش صح. كده كده لازم تذاكروا، كده كده لازم تعملوا اللي عليه، ده كده كده، بس ما ينفعش. ليه؟ علشان احنا لازم ورانا حاجات كتير، وورانا في عامل اساسي في السنه اسمه النفسيه. ان نفسيتك لازم تكون كويسه، فانك تفضل طول سنه كامله تذاكر وتحفظ نفسك وتفضل في الكتاب بس ما بين الاربع حيطان دي مستحيله. وممكن بعدها تطلع يعني نفسيتك سيئه جدا، يعني تبقى خسرت نفسيتك. طبعا احنا عايزين نكسب الاتنين علشان نطلع ناس سويه نفسيا فعلا وبجد. انت هتقسم وقتك وهتقسم كل جدولك على فين، وهتعمل يوم ليك في الاسبوع بس، يعني في البداية دي يوم في الاسبوع ترفه فيه عن نفسك. وكمان في الوقت ما انت مقسم وقتك صح وماشي على جدول صح وعارف انت عندك درس امتى وعندك مثلا وقت فراغ امتى وعندك كده وعندك كده امتى، فانت وقتك كله هيبقى متجدول وانت هتبقى عارف، يعني هتبقى عارف ان اليوم عندي كذا ويوم عندي كذا ويوم عندي كذا. انما انك تفضل طول اليوم تذاكر دي مش قدرتك كبني ادم، برضو هو بني ادم ليه قدرة الاستيعاب، فانك تفضل طول اليوم كله تذاكر بنفس القدر ونفس التركيز مستحيل. طبعا هتحصل في جزء هتحصله بطريقة ضئيلة جدا، فانت ترتب وقتك وتبقى عارف ان نفسك عليك حق الصلاة، القرب من ربنا سبحانه وتعالى، كمل وتمشي زي ما انت عايز. طبعا تنويه، انا مأجل السنة فبقول لكم الحاجات دي من خبرتي، علشان السنة اللي فاتت طبعا انا كنت برضو مريت بيها، فبقول لكم ان شاء الله ربنا معانا ويفرحنا كلنا يا رب بإذن الله ويحقق كل احلامنا. حقيقي احنا بنتعب والموضوع مرهق ومتعب نفسيا، بس انا حاولت افيدكم على قد ما اقدر، لان الحقيقه لا ما تمشيش بالخرافه دي، لانك لو مثلا حطيت الفكره دي في دماغك على طول، وما مثلا هو تذاكر ومش مراكم وكده وتحل الواجب بتاعك ولقيت ان في وقت فاضي اصلا في يومك، انت نفسك هتحس ان انت لا في تقصير، انا مش لازم ابقى كده. لا عادي، طالما انت مذاكر وحالل الواجب بتاعك وعامل كل حاجه تمام، عادي، في ايه؟ اقعد عادي، اقعد بقى استثمر فيه في نفسك وفي القرب من ربنا سبحانه وتعالى، وتكون خلوتك بربنا دايما خير علشان يعكس عليك. تاني خرافة معانا، انك لو ركمت في الاول كده انت خلاص ضعت يا معلم وكل حاجة منك بقت في الباي باي. دي غلط تماما، بس ممكن تتعاد صياغتها هتبقى صح. انك ما تحاولش تراكم اصلا، لان كده كده المراكمه هتعمل عليك ضغط كبير على قد ما تقدر ان انت ترتب وقتك، ترتب مذاكرتك، ترتب دروسك، ترتب اولوياتك، وتمشي على جدول يومي في اليوم كله علشان وقتك يكون مظبوط وتكون عارف انا امتى فاضي، انا امتى عندي كذا، انا امتى عندي كذا، انا امتى عندي كذا. فباليوم الاخير كله تحس ان انت بتعمل انجاز. لو يعني لا قدر الله لا قدر الله، لا بقول لكم لان حقيقي يعني تجنب المراكمه، تجنبها بكل طريقه، تجنبها على قد ما اقدر. مش بقول لكم كده علشان اشجعكم انتوا تراكموا، مستحيل. انا بقول لكم ما تراكموش، يعني الحاجه الوحيده اللي ما تعملوهاش اللي تعملوها في الثانويه العامه هتنجحكم، ما تراكموش. قدر الله راكمتم، لا عادي، قدامكم فرصه، كل يوم فرصه جديده، بس حاول تلم نفسك، ما تسمعش كلام اللي يقول لك مش عارف ايه وكده وابصر ايه مش عارف ايه وكده ولا وانت كده تضيع. انت فعلا هتضيع لو فضلت مراكم وما عدلتش ولا عدل. يعني الوضع هيبقى كارثي. تالت خرافة معانا اني لازم اكون بقى الشخص المحبط، الشخص مش شايف قدامه، الشخص بقى اللي لابس نضارة، اللي على طول كده الساكت الهادي، انا نفسيتي تعبانة جدا، انا مش عارف ايه، انا ثانوية عامة يا عم، انا ثانوية عامة. ليه تحطوا لود على نفسكم؟ ده ضغط، يعني ده في حد ذاته ضغط، غير ضغط المذاكرة والنفسية اللي هتبقى عليك اصلا اوريدي. يعني انت كده كده اصلا نفسيتك هتبقى، انا يعني ان شاء الله نفسيتكم تبقى كويسه وكده، بس انا قصدي ان الضغط بعد كده بيزيد، فانتوا ليه تحطوا لود على نفسكم وتمشوا بفكريه غلط، يعني تمشوا بفكره غلط؟ ليه؟ انتوا لا عادي، خدوا الموضوع هدوء، خدوا الموضوع بالراحه، دي سنه هنحاول فيها، وعايزين دايما تتاكدوا ان النتيجه دي بتاعت ربنا، وان حقيقي تدبير ربنا خير من اي تدبير في الدنيا، بجد اسمعوا مني، حقيقي تدبير ربنا فوق 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 اي حاجه. ليه تحطوا على لود نفسكم وتحاولوا تشتغلوا بشخصيه غير شخصيتكم؟
انتوا عادي، يعني انتوا بني ادمين عاديين، دي مش سنه بتتحولوا فيها، هي سنه عاديه جدا، يعني سنه بنذاكر فيها، سنه متعبه بصراحه. مش طالع الكلام من قلبي قوي، لان انا عارف ان هو صح، بس مش طالع من الكلام من قلبي قوي لان انا لسه في السنه. فبصراحة يعني كون ان انت تعمل لود على نفسك من دلوقتي بالشخصية الساذجة دي، لا مش هينفع الوضع ده. فما تعملوهاش وما تسمعوش كلام اي حد كده، اتعاملوا بطبيعتكم عادي، اضحكوا هزروا كده، بس خدوا بالكم من نفسكم، خدوا بالكم من ذكركم، خدوا بالكم من اهلكم والمصاريف وكل حاجة، لان والله يا جماعة السنة دي هي جميلة وحلوة وفرحتها تستاهل. فبجد ما تضيعش من ايديكم، ربنا يوجد وخير. بتأثر جدا لما بسمع، لان انا لسه في السنة، المفروض كنت دخلت جامعة حلمي، بس ان شاء الله ان شاء الله الفيديو ده تذكرة ليا ان زي الشهور دي هاجي وهكون محقق حلمي باذن الله. رابع خرافه معانا قبل الاخيره، عم انت لسه هترتب وقتك؟ لا طبعا، امشي وسيبها على الله. طبعا عارفين ان كل حاجه على ربنا، وانت نفسك توكل على ربنا، بس في فرق بين انك بني ادم مرتب نفسه، مرتب اولوياته، مرتب دروسه، مرتب هيذاكر امتى، هذاكر كذا ماده النهارده، هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا، ما بين ان واحد هو قايم هو مش عارف هو عايز يعمل ايه في اليوم، هو عارف بس ان هو المفروض يعمل اي حاجه في يومه، فانه يعمل اي حاجه في يومه دي مش هينجز يعني، ولو نجز هينجز بشكل ضئيل، غير ان انت تبقى مرتب. بس كمان نكون رحيمين بنفسنا ونرتب حسب قدرتنا كبشر ان احنا قادرين نستوعبه. يا جماعه ما تحطوه تاستنج عندكم، لا الفكر اللي يوصلكم كده، غير لو انتوا عندكم نشاط في اليوم ده. طبعا اليوم اللي عندكم فيه نشاط، اليوم اللي انتوا حاسين نفسكم ان انتوا مش قادرين فيه، الاولويات الاهميات الاساسيات اعملوها في اليوم ده وخلاص، انتوا كده هتمشوا مظبوط. انما ما تحطوش لود على نفسكم وتحاولوا تضيعوا نفسكم. والله كل الافكار دي حرفيا يعني كانت سبب في انها تخليني متوتر دايما طول السنه اللي فاتت. انت لا، رتب وقتك، رتب اولوياتك، رتب مسؤولياتك، اعرف خد كده، اعرف ان انت هيخلي اليوم سلس بالنسبه لك بجد، تعرف تلعب كده، تلعب بالساعه حرفيا وبالوقت، فهيبقى حاجه ممتعه وكويسه جدا بجد. خامس خرافة معاك، يا عم ما تحلش كتير، ذاكر اهم حاجة، بس ذاكر، احفظ الكتاب وخليك حافظ من الجلدة للجلدة وانت كده في التمام. طبعا الكائن اللي لسه ماشي من ورا ده غلط جدا، هو طبعا المفروض نذاكر، نحفظ اللي المفروض نحفظه، نفهم اللي المفروض نفهمه، ده كده كده. بس يا جماعة الحل مش حاجة رفاهية، الحل دي حاجة أساسية أصلا من ضمن المذاكرة. يعني انت ما تعرفش تقول على نفسك ان انت ذاكرت لما تحل، يعني ايه فرق ان انت دخلت المعلومه من غير ما تطبق عليها وتحلها وتعيد وتزيد وكده عشان تتثبت؟ ما هو ده اللي هيثبتها، المذاكره لوحدها مش هتثبتها. الحل بيفتح لك ابواب اكتر للفهم، يعني انت ممكن تفهم حاجه انت ما فهمتهاش من الشرح تفهمها بالحل. يا جماعه حلوا بجد، حلوا وذاكروا، الاتنين ما بيقولوش اهميه عن بعض، ده بيكمل ده، ده بيكمل ده. المذاكره من غيرها مش هتعرف تحل، والحل من غير المذاكره مش هتعرف تحل برضه، يعني العبوها كده، الاتنين ما ينفعوش من بعض، فالاتنين مش بيقولوا اهميه، وما تعولوش يعني ما تعلوش حاجه على قصاد حاجه، الاتنين بيكملوا بعض، بس الحل الزياده بيفهم اكتر، يشارك البني ادم وان هو يخليه يفهم اكتر. وتوكلوا على ربنا وصلوا علاقتكم بربنا، علاقتكم باهلكم، حاولوا على قد ما تقدروا تحسنوا وما تزهقوش، ما تملوش، ما تحطوش لود على نفسكم زياده عن اللزوم، ما تزعلوش زياده عن اللزوم، ما تتاثروش زياده عن اللزوم. الصراحه الوقت الصالح، العمل الصالح، حاولوا دايما واعرفوا ان كل يوم في فرصة جديدة، وكل يوم في بني ادم جديد بيتولد، وكل يوم في حاجة جديدة بتحصل في الحياة، وفي كل يوم حد بيفوق من اي حاجة بتحصل له وبيقوم وبيعمل وبيسعى. الوقت ما فاتش، الوقت ما عملش، الوقت ما فيش حاجة اسمها الوقت فات. الرسول صلى الله عليه وسلم لو قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، بس انت بقى مالكش دعوه، هتطلع يوم القيامه مش عارف ايه كده، مالكش دعوه. انا الكلام ده كنت اتمنى اعرفه قوي السنه اللي فاتت، ولما عرفت عولي، لان انا برضو الدنيا مش مظبطه عندي قوي. ومتقلقوش والله، انا يعني بحاول على قد ما اقدر اخد بالي من الاتنين، والله ما بصورش غير في وقت الفراغ اللي هو خلاص كده، انا كنت خايفين عليا وبحبكم. مش نفسكم السنه دي فرحتها تستاهل، بس في نفس الوقت اهم حاجه ان انت تسعى والنتيجه على ربنا، وما تقلقوش نفسكم من اي حاجه خالص ولا اي ضغط. والله اهم حاجه رضا ربنا، واهم حاجه رضا نفسكم، لو عاملين اللي عليكم وحاسين ان انتم مقصرتوش حقيقي، دي بيبقى احلى شعور. فكملوا وان شاء الله ربنا يوفقكم ويحقق لكم كل امنياتكم،
واحلامكم ويوفقكم ويكرمكم ويكبر بخاطركم. انا بحبكم قوي وربنا يكبر بخاطرنا كلنا يا رب، وزي الوقت ده كل منا يكون وصل لحلمه. لا يحال ابدا انه مستحيل على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا كريم وحليم وغفور ورحيم وعفو، وبحب ربنا قوي لانه عمره ما خذلني ودايما بيقف معايا وبيحقق لي كل احلامي. لله الحمد لله. فانتوا كمان خلوا عندكم الفكر ده علشان تعيشوا حياة على قد ما تقدروا تكونوا متزنين نفسيا، وانتوا قدها يا ابطال وانا قدها كمان لان انا معاكم. بحبكم قوي ومعاكم دايما، واي حد يحتاجني في اي حاجه ما ينساش يبعت لي على الانستجرام او يبعت لي هنا. كده الفيديو بيكون خلص، ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وتنشروا القناه في كل مكان وعرفوها لكل حد محتاجها. وبس بحبكم قوي. اي حد محتاج ان هو يعرف الحاجات دي ابعتها له على طول ما تتاخرش.